بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهارده عندنا فكرة ان شاء الله تنفع اي حد عنده المشكلة دي. ايه هي المشكلة ان الجيب مقطوع، جيب البنطلون مقطوع. نغيره ازاي ونعمل فيه ايه؟ المشكلة جامدة. بيجي جوزك يلبس البنطلون، يجي يحط فيه فلوس، يلاقي الفلوس وقعت منه، واحنا مش حمل فلوس تقع مننا دلوقتي، احنا عايزين فلوسنا في جيبنا من غير ما تقع. ان شاء الله تتفرجوا عليا في الفيديو دوت، هوريكم ازاي تصلحوه، تغيروه خالص، لانه مش هينفع يتصلح لانه داب. البنطلون ده داب، الجيب بتاعه داب. القماشه بتاعت البنطلون كويسه، ما فيهاش اي حاجه، زي الفل، بس البنطلون الجيوب بتاعته دابت، القماشه بتاعت الجيوب مش كويسه، دابت. بنعمل ايه بقى؟ بنشتري نص متر بافتة، او بنجيب حتة بافتة قديمة عندنا، او بنجيب كيس مخدة قديم عندنا مش عايزينه ولونه فاتح زي لون الجيب كده، ونعمله. بنقصه ازاي بقى؟ بنجيب ورقة جورنان وبنعمل باترون. دلوقتي هوريكم خطوة خطوة اللي هنعمله عشان نصلح الجيب ده. الجيب ده ما ينفعش يتساب كده، عشان لو اتساب كده هيوقع الفلوس بتاعت جوزك، وجوزك ما معهوش فلوس كتير. فنحافظ على فلوسنا ونحافظ على جيوبنا وجيوب جوازنا في الفكرة اللي انا هعملها لك النهاردة ان شاء الله. فكرة حلوة وهتنفعك بإذن الله. وبدل ما ترمي البنطلون كله عشان خاطر الجيب مقطوع والبنطلون كويس وقماشته كويسة، لا، هنستفاد بيه. بدل ما نرميه هنعمل ايه؟ هنعمل جيب. النهاردة الفكرة بتاعت النهاردة هنعمل جيب جديد، بطانة للجيب الجديد اللي بتاع البنطلون، هي دي اسمها بطانة، بطانة بتاعت الجيب من جوه. الجيب من بره حاجة ومن جوه حاجة، دوت من جوه اهو، ده اسمه جيب داخلي، ده جيب داخلي. بطانة بتتعمل من بافتة، من عبك، من اي قماشة قديمة عندك فاتحة او خفيفة. لازم تبقى خفيفة عشان خاطر القماشة ما تبقاش تقيلة وانت وجوزك لابسها، او مكلكعة تكلكع وهو لابسها في الشارع، يعني ماشي بيها محسش ان الجيب مكلكع. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل جيب جديد. الجيب الجديد هنعمله من ايه؟ قلنا زي ما قلنا كيس مخدة، او تشتري نص بافتة او نص عبك زي ما انت عايزة، بس المهم ما تبقاش القماشة تقيلة. وتابعوني في الفيديو، هنعمله خطوة خطوة مع بعضنا. نعمل الباترون بتاع الجيب، فردة تحت وفردة فوق اهيت، الصناعة الجيب بالظبط، الجيب الداخلي بالظبط. دي بتاعت الناحية اللي بره ودي جوه اهي، دي اللي هي هنا، دي التانية اللي جوه، دي اللي هي من جوه فيها حردة، هوريها لكم اهي، الحردة دي اهي، الحردة دي حردناها على قد الحردة دي بالظبط. هنقص البفتة عليها وهوريها لكم دلوقتي هنعمل ايه. فكينا الجيب اهو، فكينا الحتة اللي كانت هنا اهو، شلناه. الجيب اللي كان متقطع اهو، ما ينفعش نركبه هو كده، ما ينفعش نلبسه هو كده. الجيب اللي كان متقطع اهو، جيب جوزك دوت اللي كان مقطوع اللي وقع الفلوس، شلناه وهنركب واحد جديد. قطعنا من هنا الحتة ديت برضو شلناها عشان هنركب الجديد هنا في الحتة دي. فتحنا حتة من الجنب عشان لما هنخيط عليها الجيب الجديد. الجيب الجديد اهو، قصيناه اهو. والقطعة اللي تحت ديت، دي القطعة اللي هتبقى من تحت، اللي هي هتبقى من هنا، اللي هتبقى دي. هنخيطها ازاي؟ هنخيطها الاول خالص من بره كده، هنمكنها كده، هنمكنها كده. بوريكم النظري عشان ايه، اما اروح على المكنه اعملها تبقوا عارفين عملت ايه. نظري كده اهي، نخيطها كده على الوش كده، الوش اهو، وش البنطلون اهو كده. هنخيطها كلها كده داير ما يدور على قد الجيب
بعد كده هنقلبها، ندخلها جوه الجيب، هيبقى الجيب كده من جوه كده ومن بره كده، يبقى من جوه كده اهو ابيض، ومن بره ايه القماش بتاع البنطلون العادي. هنخيطها على المكنه واوريها لكم. هنخيط الجيب اهو، الفرد اللي احنا قلنا من جوه هنخيطها على المكنه. بعد ما نخيطها على المكنه الجيب اهو من بره، عملنا له بونت اهو. بعد ما ركبنا البطانه بتاعته ركبناها قدامكم اهو، وقلبناها على جوه، عملنا له بونت اهو من بره مش باين اي حاجه اهو. هنرجع بقى للجيب من جوه اهو. فاضل بقى الناحيه دي اللي احنا قصيناها. هنركب بقى ايه بقى، هنركب عليها دي، هنركب عليها دي اهي. هنتني دي كده وندخلها هنا كده، ونديها صف خياطة بالطول كده، ودي تتركب كده مع دي، مع الشفة بتاعت السوستة. وبعد كده نقفل البنطلون واوريهولكم. هنثبت البطانة اللي هي من تحت على الجيب من فوق، الجيب ده دوران. هو صعب شوية بس ان شاء الله اللي هيعرف، اللي عايز يتعلم هيتعلم. ثبتناه اهو. بعد شوية كمان هوريكم ثبتناه كمان ازاي تاني من جوه. وهنقفله بقى خلاص، هنقفله الجيب مع بعض عشان يبقى جيب جوزك يستعمله عادي، يشيل فيه محفظته، يشيل فيه فلوسه، ما يوقعش منه اي فلوس. ثواني هوريكم عملنا ايه. رجعنا الجيوب جديدة من جوه من غير قطع، من غير اي حاجة بايظة، بايدينا اهو. عملنا باترون، قصينا عليه القماشة، ركبنا القماشة على الجيب، ما عملناش اي حاجة صعبة. اللي مش عارف يعمل اي حاجة يركب الجيب على البطانة بالظبط، ما يفتحش بطانة ولا يفتح اي حاجة، يركب البطانة على البطانة القديمة اللي ما يعرفش يعملها على المكنة. ماشي، عشان ما حدش يقول ان ايه ان الفيديو ده مش عارفين ننفذه او مش عارفين نعمل له اي حاجة. لا اهو ركبناه اهو اهي من جوه اهي خياطة، والناحية التانية برضو غيرناه برضو عشان كان برضو متاكل ودايب اهو. خياطة من جوه اهي اهي، مش باين اي حاجة فيها اهي. بنطلون كويس من بره وكويس من جوه، الجيوب بتاعته نضيفة. دي كانت حتة قماشة قديمة عندي عملتها. انتي اي حاجة عايزة تعدليها تعدليها وتصلحيها وبايدك تعمليها. ليه بقى؟ عشان نوفر على نفسنا، نوفر على نفسنا ونشتكيش. الشكوى الغير الله مذلة، ما نشتكيش، الشكوى الغير الله مذلة. اي واحدة متجوزة جديد، متجوزة بقالها كتير، تخلي بالها من نفسها الايام ديت، محدش يشتكي، الشكوى الغير الله مذلة. وفري ودبري واعملي كل حاجتك في بيتك وعلى ايدك. ولو مش عارف يخيطها على مكنه ولا ولا عندوش مكنه، يعملها على ايده، يسرجها على ايده. يجيب المقطوع يجيبه يحط عليه القماشه. يجيب المقطوع اهو، احنا شلناه عشان احنا بنعرف، عشان انا بعرف اعمله على المكنه، انتي ما تعرفيش تعمليه. هتحطي كل القماش عليه كده
تخيطش بايدك، تسرجي، تخيطي او تسرجي بايدك، تحطي عليه حتة بافتة، حتة اي حاجة قديمة عندك، بس تكون خفيفة عشان ما تكلكعش في البنطلون من جوه. يبقى تجيب المقطوع صلحناه بايه؟ بحتة بافتة قديمة، بحتة بافتة جديدة بتشتريها، بأي حاجة، بدل ما الجيب دوت بدل ما ترمي البنطلون كله عشان خاطر الجيب، تستفيدي بيه بدل ما ترميه. وان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم بإذن الله. ان شاء الله انزل لكم كل الفيديوهات الحلوة اللي تعجبكم بإذن الله. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة عشان القناة تكبر، وكل ما تكبر كل ما يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا على متابعتكم ليا.